اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كل يوم. كل يوم دايما بيحاول ان هو يوصل لكم كل الافكار والانجازات والتطورات اللي موجوده في الشارع السكندري. من الحاجات اللي احنا بنفخر بيها جدا هيئه النقل العام في اسكندريه، لان في الحقيقه بدون اي رياء احنا النهارده بنتكلم عن طفره حقيقيه حصلت في اسكندريه من وقت قصير جدا. بنتكلم في سنه في هيئات كتير، في شركات قطاع اعمال كتير في اسكندريه، في مرافق كتير ما انجزتش الانجاز اللي انجزته هيئه النقل العام في اسكندريه في خلال الفتره الوجيزه اللي مرت منذ تولي السيد اللواء خالد علوة رئيس هيئه النقل العام لاسكندريه. ده مش تمجيدا في الرجل ولكن اعطائه لحقه، لان الرجل بيشتغل بقاله فتره قصيره جدا لكن انجز الكثير والكثير. صباح الفل يا فندم. صباح الخير وصباح الخير لجمهور اسكندريه كله. النهارده يا فندم احنا موجودين في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه شهر 3 اللي فات، من 16/3/2016 بالتحديد. نادي الترام الاسكندريه. نادي الترام من الانديه العريقه جدا اللي موجوده في اسكندريه واللي ليها تاريخ كبير جدا. النادي ده مر بازمات كثيره في فترات سابقه، ولكن في الفتره اللي فاتت حضرتك وقفت في نفس المكان وقلت لي لا انا هحارب الفساد وهغير وهعمل حاله تانية واقول لحضرتك حاجه قدام مشاهدين. انا ما كنتش مصدق قوي، لكن النهارده اللي احنا شايفينه على الارض هو حجم الانجاز اللي حصل في نادي الترام. احنا لسه مش حقناش طفره، احنا لسه بدأنا اول طريق. يعني انا بكلمك في مجلس اداره ما كملش سنه، مجلس اداره الحل قبل منه 2 مجلس اداره. مجلس اداره كان عنده تجاوزات ماليه، نادي ضاع حل نتيجه مخالفات ماليه بقرار من وزير الشباب والرياضه. هذه المخالفات وصلت باسم الجهاز المركزي للمحاسبات والشباب والرياضه، وتم حل المجلس وكان هناك تجاوزات ب 800,000 جنيه. علاوه على يعني هقول اقل حاجه ان ملعب تطلب بمليون وربع تتحول لقاعات افراح، مش هقول اكتر من كده. هذا مجلس اللي بعده 5 اعضاء من نادي الدوله يتقدموا للاستقاله في نفس الوقت. احترنا اساس المجلس، اجرام تعاقدات باول باشر، اجرام تعاقدات فرديه باعضاء المجلس. فدي كلها كانت بتاثر بظاهر علينا. احنا غير الناس ما بياخدوش مستحقاتهم لا اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الاداريين ولا العاملين بياخدوا مرتباتهم من سنه بالظبط، والمفروض ان هي يسيب هذا الجزء من المرتبات ويستكمل المسيره. في عجز في موازنه، في عجز في موازنه في الخزنه 180,000 جنيه في مجلسين. علاوه على كم المخالفات اللي طالعه من الشباب والرياضه والجهاز المركزي. فطبعا الوضع كان بالغ الخطوره، وضع سيء، توقيت مش مظبوط. علاوه على كده النادي بعد مراجعه رئيس القانون ورد لازم كل 90% من التعاقدات غير صحيحه ومخالفه للقانون تماما. يمكن احنا ابتدأنا المساله بتاعت ملاعب الثلاثي اللي هم كانوا بيجيبوا 20,000 جنيه في السنه، النهارده في 3 اشهر جايبين 120,000 جنيه. عندنا لسه في 9 قاعات، عندنا في حوالي اكثر من 7 محلات، عندنا في حاجات كتير، عندنا فندق مقام بموافقه، يعني فندق بيوحى لحمام سباحه. مين قال الكلام ده؟ يعني في عندنا مخالفات سابقه وكلها قدام النيابه العامه حاليا دلوقتي وبيتحققوا فيها. قرارات ازاي يا فندم تحل مشاكل ماليه في نادي بالرغم والله يعني ربنا يوفق والصبر بتاع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والناس تيجي على نفسها ونستحمل لحد ما الامور تتحسن وتبقى كويسه، والجهد بتاع الناس اللي هم بيحاولوا ينموا الانشطه وينموا الرياضات، ده كله في الاخر وصل لحصول النهارده. احنا بدانا الحمد لله بطوله الشركات في السله، الثاني في المصارعه، الميداليات اللي خدناها الحمد لله بدا ربنا يكرم النجاح الحمد لله. نادي الترام يا فندم هو نادي عريق له تاريخ كبير جدا وليه باع في مجال كرة القدم. ازاي هنقدر نرجع كرة القدم انه يبقى في نفس المستوى بتاع زمان؟ انا مش عايز اقول لك بصراحة انا حزين جدا لان المنتفعين واللي ساهموا في عملية بصراحة قدروا يخترقوا كرة القدم. انا مش عايز احدثها يعني انا مش قادر اقول كلام يعني انا حزين جدا لان الناس دي المفروض انها الناس الرياضيه بتساعد لا بتهد.
طبعا في مشكله بتواجهنا في النادي واحنا بنحاول نرجع الامور اللي كانت وننهض ان شاء الله فيها. طب ما حضرتك ممكن نغير الجهاز الاداري كله. بالفعل احنا غيرنا المدير، بنتواجد معاهم في التدريبات وبنأكد على الناس، يعني بنشوف طريق اي عمل بيتم التخطيط للخطوه ماشيين في هذا ان احنا في عندنا رؤيه وعندنا خطط وعندنا اليات ان احنا ان شاء الله نقاوم هذا الاداء ان شاء الله. لكن احنا حاليا دلوقتي في وضع صعب مش هقدر اقول اكتر من كده. انا شايف ان حضرتك في حزن سعيد حضرتك بتكلمني، في حزن على النادي، في حزن على اللي وصل له. حضرتك انت حاسس بالانتماء للنادي ده وعشان كده انت زعلان عليه. طبعا احنا كلنا مصريين وكلنا وطنيين وكلنا بنحزن على لما تكون الدوله واجهزتها ومواردها في خطر. محدش يرضى ابدا ان هذا يتم، محدش يرضى ان المال العام يستولى عليه، محدش يرضى ان المال العام حد ياخد حاجه منه. المفروض كل الناس كلها تبقى عينيها على الدوله، الناس كلها تحب الدوله، لو كلنا بنحب بلدنا هتبقى بلدنا احسن بلد في الدنيا كلها. انا عايز ابقى المنفق اللي انا بتكلم فيه ده، يعني انا هقول لك اقل ما يقال ان احنا بنحقق ايرادات مثلا في الهيئه بالضعف عن العام الماضي، بالضعف بالظبط. يعني في سنه واحده نعمل 42 مليون زياده عن الماضي. انا بتكلم على حاجات بسيطه جدا تلاقي ان الايرادات بتتضاعف. ليه؟ الدوله فيها بس عايزه اللي جاي عليها. الدولة الايرادات دي بصراحة زي مجرد ما حضرتك ابتديت تحط ايدك على مواطن الفساد في الهيئة. احنا هنقول ايه؟ هنقول كل واحد بيعمل عليه. يعني احنا لا ندعي شجاعه ولا ندعي احنا ايه؟ كل واحد بيحاول يعمل ايه قدام ربنا ويمر بيه عليه. والناس في الاخر بتساعد انا يعني ان كان في واحد بيشد ورا في 100 بيشد قدام. انت في واحد بيقول اه في حضرتك عندك ثقة لسه في بعض العناصر الجديدة في الهيئة في النادي ان هم يدفعوا القطيرة لقدام. ان شاء الله العناصر الوطنيه، العناصر اللي عندها انتماء، العناصر اللي بتخاف على الدوله هتشد معانا قدام وهتقدم وهناخد كل حقوقنا. اي حد سويت نفسه ليه انه يعني يتجاوز في حاجه في النادي هناخدها منه وبالقانون هنرجع حقوق الدوله اصحابها تاني. بالظبط يوم 16/3/2016 لما كنت بتتكلم معايا، يعني انا كنت صعبان عليك اما قلت لي انت قلقت عليك يا فندم. انت قلت لي انت عندك حاله من الحزن. بالظبط. قلت لك ما انا نادي الترام ما يوصلش لهذا المستوى. بالظبط. يعني انا ما بحبش اتكلم على اللي فات كتير، لكن هقول هناك كان ازمه كبيره جدا، كانت ازمه ماليه كبيره جدا. يعني لو قلت حاجات بسيطه، كان هناك عجز في الميزانيه 54,000 جنيه. هناك متاخرات على النادي 108,000 جنيه. هناك ضرائب 93,000 جنيه. مفيش موارد الجهاز الاداري او اللاعبين ياخدوا منها اي مكافآت او اي حاجه. الحقيقه اللعيبه كانوا بيشتكوا مر الشكوى في التوقيت ده ان هم كانوا يعني النظام الرياضي اللي موجود في النادي كانوا زعلانين منه جدا. ناهيك بقى عن بقى واقعة اختلاس كانت حوالي ب 500,000 جنيه. ناهيك عن ان احنا ما كانش فيه اي موارد في النادي. يعني احنا كنا واقفين في المكان ده يمكن كده ضيوف يعني. بالظبط. كان قلت لي يوميها احنا واقفين هنا لكن ده مش بتاعنا، بس انا هاخده، بس انا هعرف اتصرف. الحمد لله طبعا بمعاهده الجهات الامنيه وتوفيق ربنا بالجهات الامنيه. يعني انا هقول لك بس حاجات اوريك ايه الموضوع اتغير ازاي وان مصر فيها خير. يعني لو احنا نعرف نعرف ان احنا نديره صح ونوقف نزيف تفشي اهدار المال العام، هنبقى احسن دوله في الدنيا كلها. انت مش هتصدق اما احكي لك يمكن، بس انت شفت بنفسك دلوقتي لما نقول ان احنا كان عندنا بدايه عندنا 3 ملاعب خماسي. ال3 ملاعب كان ايجارهم في السنه 2000 جنيه 20,000 جنيه في السنه. 20,000 جنيه في السنه. الملعب الواحد حاليا دلوقتي الملعب الواحد بيعمل 20,000 جنيه في الشهر. اقول لك الملعب الكبير كان ايجاره السنوي متوسط 21,000 جنيه. اقول لك دلوقتي الملعب الكبير ايجاره في الشهر 21,000 جنيه. يعني حضرتك بتتكلم في اضعاف الارقام اللي كانت بتدفع قبل كده بمجرد بس الشهر يساوي سنه. لا مجرد انت ايه، طبعا احنا الكلام ده ما تمش بسهوله. لا طبعا. كان في طبعا شد وجذب، وكان هناك طبعا ناس بتعترض وناس يعني ايه، لكن في الاخر
احنا اخدنا الثلاث ملاعب خماسي. لا انا عايز اوصل الصوره دي على وجه التحديد، لان في ناس برضو احنا كمشاهدين واحنا كمواطنين ما بناخدش بالنا ساعات من حاجات، ان في بعض المسؤولين اللي بيقرروا ان هم يحاربوا الفساد وان هم يقفوا قدامه قد ايه بيواجهوا صعوبات في المنطقه دي، وقد ايه ممكن توصل العمليه ان يبقى يعني سياده اللواء خالد علوي هو من المسؤولين اللي دايما واضحين جدا، دايما عنده الشفافيه الكافيه انه يتكلم عن اي مشكله عنده، ودايما من المسؤولين بسمعهم بيقولوا كلمه فساد بمنتهى الاريحيه لانه بيحاربوا وبيكافحوا. المشكله لما ابتديت تنفذ لازم نوصل للناس حصل ايه بالظبط. يعني احنا عشان بس ما الناس بدون تفاصيل، ولكن المواجهه اللي حصل. يعني هقول لك ان احنا اتعرضنا في النادي لموضوعات بلطجه، هقول لك ان احنا اتعرضنا في النادي لموضوعات يعني مواطئات لناس قانونيين، مع يعني هقول لك ايه تواطؤ كلهم. في ناس متواطئه، في ناس تدليس، في ناس خونه، وفي يعني ما فيش يعني نتكلم، احنا نخلينا نتكلم في النتائج. خلينا في الايجابيات بقى. يعني احنا يعني جهدنا تعبنا كتير، بس الحمد لله قدرنا زي ما بقول لك انا، يعني قدرنا في خلال نقول 8 اشهر ان احنا بنرجع 3 ملاعب خماسي، بنرجع ملعب كبير، بنرجع حرم الملعب كله كان مستغل بارك جسارات، رجعنا ملعب تنس ده محرم به، رجعنا هنا صاله تنس طاوله، رجعنا هنا برضو صاله الجيم. كل ده كانوا رافضين ان هم يسلموه. كل ده كان عقود 12 سنه و15 سنه و20 سنه، كل ده كان مخالف للقانون، كل ده كان مخالف للقانون. فالحمد لله قدرنا في وقت قليل ان احنا نسترجع نقول 90% من موارد النادي. لسه فاضل لنا حتتين ان شاء الله شغالين فيهم برضو لما ربنا ييسر ان شاء الله. المهم ان في اخر النوادر بتصب في اتجاه ان النادي ده متنفس رياضي واجتماعي للعاملين في الهيئه والجمهور اسكندريه. جمهور اسكندريه كله يا فندم، نادي الترام ده عريق، نادي الترام ده مش بتاع هيئه العام بس، بالظبط نادي الترام ده بتاع اسكندريه كلها. ده تاريخنا على فكره، تاريخ اسكندريه في نادي الترام. اما احكي لك الانشطه اللي عندنا، اقول لك على سبيل المثال والحصر مثلا، عندنا 14 فريق في كره القدم اللي هو القطاع الاول، وعندنا الناشئين وعندنا البراعم. اما اقول لك ان احنا عندنا في طفره في فريق السيدات، فريق السيدات في نادي الترام في النهارده في الدوري الممتاز لعب 3 ماتشات، كسب ماتشين وخسر مصر. النهارده هو في الدور الثمانيه في كاس مصر. السنه اللي فاتت في نفس المكان كانت الفرقه دي بتقف تتكلم معايا ان هم مش لاقيين امكانيات يتدربوا، بس عشان تفهموا حجم الانجاز جاي منين. احنا مهتمين بالمواضيع دي قوي، بالموضوع ده قوي، ونادي الترام واخدينه قضيه على عاتقنا. بنتكلم ان شهر 3 اللي فات ما كانش فيه اي حاجه من الكلام ده، كنا بنتكلم ان اللاعب بيجي يسجل معايا يقول لي احنا محتاجين امكانيات، انا مش عارف اتدرب على فكره. النهارده بنتكلم ان عندنا فرق من نادي الترام موجوده في كاس مصر وفي الدوري الممتاز. بالنسبه للخطه المستقبليه للنادي هنا اللي حضرتك حطيتها في مصروف الرياضي الفتره اللي جايه، تمام، احنا حاليا دلوقتي احنا يعني بندعم القاعده ايضا من اللاعبين، وبنتوسع في الالعاب، وبنرفع في الكفاءه في القاعات عندنا في النادي، وبنبني سواء بنبني لاعبين او بنبني فرق او بنبني في النادي. وبرضه عندنا فريق 35 سنه حصل على اتحاد بطوله الشركات، يعني ده انجاز انه ياخدوا المركز الاول في اتحاد الشركات، ده حاجه كويسه جدا. لو اتكلمنا على فريق السله، برضه عندنا 14 فريق في السله برضه، ابرز ما فيهم ان احنا عندنا السيدات برضه في الدوري الممتاز الف، عندنا الرجال في الدوري الممتاز ب، عندنا فريق 45 سنه واخد الرابع على الجمهوريه. ده كان السنه اللي فاتت كان المستوى الثامن او بعد كده الرابع على الجمهوريه. اما نقول ان احنا عندنا برضو المصارعه واخدين المركز الاول على اتحاد الشركات. اما نقول عندنا في لاعب عندنا واخد ميداليه في الملاكمه ذهبيه في قبرص. بنتكلم النهارده ان احنا دخلنا على مستوى التمثيل الرياضي العالمي بقى، مش بس على المستوى المحلي، احنا داخلين في منطقه ثانيه خالص. احنا بدانا زي ما قلت، احنا بننشر القاعده وبنأهل لاعبين وبنأهل اجهزه اداريه وبنصعد بالنادي واحده واحده. الحمد لله احنا بدانا، احنا لسه في ايه؟ احنا لسه في اول مشوار برضه، ما احناش في اخره، احنا لسه بنتكلم في 6 اشهر. بنتكلم في 6 اشهر بس. عايز الفت النظر، طبعا انتوا عارفين ان عشان نصنع بطل محتاجين امكانيات وموارد. سياده اللي هو وفر الامكانيات دي في وقت قصير جدا. لازم نتكلم عن موارد النادي. احنا النهارده بنتكلم ان انت كان في عجز، النهارده بنتكلم ان في فائض. اتكلمنا عن الفكره دي 6 شهور. يعني احنا كان عندنا السنه الميزانيه فيها عجز 54,000 جنيه، وكان عندنا متاخرات 180,000 جنيه للناس، وكان عندنا في ضرائب 90,000 جنيه.
علاوه كان عندنا قضيه اختلاس في النادي برضه ب 500,000 جنيه. حط على الكلام ده كله على جنب وما عندكش فلوس وعندك اجهزه رياضيه وعندك اداريين وعندك لاعبين وعندك مكافآت والكلام ده كله، بتعمل ايه؟ الحمد لله النهارده احنا في شهر 7 بس عندنا فائض 129,000 جنيه بعد سداد كل المستحقات. 100,000 جنيه وال 180,000 جنيه وغطينا العجز بتاعنا، عندنا 129,000 جنيه. ده فائض في الميزانيه بتاعتنا ان شاء الله في شهر 7 دوت. احنا عندنا كل يوم ان شاء الله احسن، بكره احسن من النهارده. عندنا كل يوم عندنا في لاعبين، في عندنا تميز في الاداء، في عندنا نهوض ان شاء الله. هيوصل الترام، يعني انا مش عايز اتكلم مع فريق واتكلم عشان ايه ما سيبه، الحمد لله شغال كويس. لا فريق كرة القدم نفسه تاريخ، فريق كرة القدم ده الترام ده تاريخ قديم جدا. مش عايزين ننق عليه، سيبه ايه لما ربنا يسهل له ان شاء الله. بس ان شاء الله انا هاجي اقعد معاك ان شاء الله في المنصوره وهو بيلعب في الدوري الممتاز ان شاء الله. يعني اصل حضرتك لو مشيت بالمنطق ده احنا بنتكلم في 6 شهور وصلنا لحجم الانجاز ده، كمان سنه او سنتين الوضع هيختلف تماما. انا نفسي يعني يا رب ان شاء الله. احنا في عندنا دايما مثل بنقوله، اللي تشوف عينيك تعملها ربنا يسترها ما تشوفوش. اي حاجه نشوفها لازم هنعملها كما ينبغي، اي حاجه عينينا هتقع عليها هنعملها زي ما الكتاب بيقول، زي ما القانون بيقول، عشان ربنا يسترها معانا في اللي ما بنشوفوش. فاحنا ماشيين بهذا المبدا. يعني حضرتك من المسؤولين يعني اللي بيدوروا على فكره القانون قوي، وتطبيق القانون عندك شيء حاسم وحازم بشكل كبير جدا، وبتسعى ده دايما جاهد، ما بتسيبش ثغره الا لما بتدور الا لما بتحاول تسدها، ما بتسيبش مشكله لما بتحاول تحلها بالقانون. دايما القانون هو المحرك ليك في كل الاجراءات اللي انت بتقوم بيها. طبعا هو القانون هو اللي بيحكم البلد، واي بلد بدون قانون تبقى غابه، والقانون كله بيلتزم بيه بيبقى كله عدل ان شاء الله. يعني ده حتى اما اختلفنا مع جمعيه بكوس، المجموعه السلكيه، احنا كنا ماشيين بالقانون. ماشيين ايه؟ ماشيين بالقانون، وفي الاخر لن يصح الا الصحيح، لن يصح الا ايه؟ الصحيح. القاعة اللي احنا النهارده كنا موجودين فيها، اللي احنا سجلنا فيها النهارده، حاجه على مستوى عالي جدا. يعني شايفين حتى مستوى الخدمه، مستوى الديكورات، مستوى حتى الناس اللي قاعده النهارده بتحتفل هي نفس الناس اللي انت بتحتفل بيها السنه اللي فاتت، لكن تلاقي في ابتسامه. كنا في الشارع وتلاقي في ابتسامه عجيبه على وشهم، في حاله حتى هو البطل السنه دي بيتكرم وهو عنده احساس تاني خالص. كلمني عن تجهيزات القاعه دي. يعني القاعه دي بصراحه يعني ايه، كان المستاجر ليها ما كانش بيدفع اي عوائد من ساعه ما جيت الهيئه انا. تمام، يعني بيضرب بالقانون عرض الحائط. يعني هو واخد القاعه وضع يد. لا هو كده بعقود من زمان، بس ما بيدفعش، ما بيحترمش القانون وما بيحترمش اصحاب المكان. فاحنا يعني 3 مرات نطلع عشان نخلق قاعه، وبعدين الحمد لله في 3 مره بعد ما هو يعني كان جايب بلطجيه وقدرنا الحمد لله نخلق قاعه. بعد ما خلق قاعه هم بيخلوها دمروها، يعني دمروا القاعه تماما بقى. يعني اي حد يشوفها الصور موجوده عندنا. الصور معانا، ما هو حضرتك بتتكلم الصور هتنزل معانا دلوقتي حالا. هي فكره ان هو كنا في ايه وبقينا في ايه، هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. هذا الموضوع لم يثبت من عزائمنا، يعني الكلام ده ما خضناش او احنا يعني ايه، يعني رغم حاله نقول التدمير زي القاعه، احنا صممنا ان رجعنا احسن منها. وفعلا احنا الحمد لله بعزيمه الناس هنا في الهيئه قدرنا نرجع القاعه احسن ما كانت. ويمكن انت موجود جوه بتشوف ايه. ايوه كل حاجه ليها امكانيات. دايما بروح للمسؤول اقول له حل، يقول لي لا انا مستني الامكانيات. اروح للمسؤول اقول له حل، يقول لي لا اصل ما عنديش موارد. انت النهارده بتتكلم في 6 شهور يا فندم وعملت تجهيزات بالشكل ده، والموارد برضو هي يعني ما فيش يعني احنا لازم الناس ما ترميش على الدوله كل حاجه. بالظبط. كل واحد عنده ما يهيئ له عمله وانه يعمل انجاز. هديك مثل بسيط، الهيئه قعدت 5 سنين ما تجيبش اتوبيسات بالظبط جديده. طب اول ما جيت توليت مع الزملاء في الهيئه، طيب هل احنا هنستنى اما نجيب اتوبيس جديد؟ طب ده احنا لسه هنخش في مناقصات وهنخش ممكن ياخد ايه يمتد معانا. لكن احنا عندنا اسلوب ممكن نلحق برفع كفاءه اتوبيسات، رفع كفاءه فنيه وتحسين مظهر، نقدر نرجع الاتوبيس زي الجديد بالظبط، وحاجه في ايدينا وبتوجد احنا. خليني اقول لك ان انا رحت الجراج بتاع سيدي باشا، ورحت لقيت في شبه مصنع صغير كده تم انشاؤه داخل الجراج لصب قطع الغيار الخاصه بالعربيات بايادي السكندريين وبايادي ابنائك من هيئه النقل العام. يعني انت قررت انت كمان ما تجيبش قطع غيار من بره، لا ده انت بتعمل قطع غيار جوه الجراجات.
يعني انا هقول لك، يعني عشان بس تحسب للهيئه النادي العام والعاملين فيها، احنا رفعنا كفاءه رفع كفاءه فنيه وتحسين مظهر لعدد 295 اتوبيس من خلال 18 مرحله. ده ايه؟ في 18 مرحله رفع كفاءه فنيه وتحسين مظهر، مش هنتكلم في جديد، احنا بنتكلم لسه في القديم. 295 اتوبيس رفع كفاءه فنيه وتحسين مظهر. دي امكانيات الهيئه بايدي العمال اضافه للاسطول. لما نتكلم على الترام بنرفع رفع كفاءه فنيه وتحسين مظهر ل 41 ترام بنسبه 97%، برضه بايدي عمال الهيئه. هنتكلم على ترام المدينه، رفعنا كفاءه 43 ترام بنسبه 43%، برضه بايدي عمال الهيئه. ده كله ايه؟ امكانياتنا احنا، عملنا احنا اللي عملناه، بحيث في الاخر ان شاء الله احنا زودنا بقى الجديد في العام المالي السابق 170 اتوبيس. كل يوم كان موجود في المكان ده قبل كده داخل نادي ترام اسكندريه من فتره طويله، وكان في مشاكل كتير جدا وفي ازمات كبيره جدا. النهارده بنوريكم نموذج مختلف، بنوريكم حجم انجاز في وقت قصير جدا. نادي اصبح نادي يرفع من جديد. دايما بنوريكم السلبيات، بنوريكم الايجابيات. كل يوم احنا معاكم، ودايما هنثبت لكم ان بالشغل وبالعمل نقدر نغير كتير.